السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. كما كتشوفوا هذو شريتهم، هذو 6 غادي ندير فيهم التحلية. تحلية سهلة وان شاء الله غادي نبدل لهم الشكل تاعهم. شريتهم كيما هكا وغادي تشوفوا من بعد الشكل تاعهم. قعدوا معايا تبعوا الفيديو حتى للتالي. جو شابين بزاف، طريقة سهلة وبالخف ديروها. حتى التحلية غادي نديروها سهلة. هذو هما الكيسان هذو اللي غادي ندير فيهم التحليه ونبدلوا لهم الشكل تاعهم ان شاء الله. راني غاسله الكاس، غسلت واحد والاخرين مازال ما غسلتهم. تاع الغسيل تاعهم غير سهله. ديروا الخل في الماء وتغسلوهم. تغسلوهم عادي كما نغسلوا المواعين. غادي نوريكم هنايا، شوفوا كيفاش راهي الماء. راهي بالكم ولا الفرق الاخرني عاد ما غسلتاش. انا هنايا استعملت الخل الابيض باش غسلت هذا الكيسان. نتوما ماشي شرط ديروا الخل الابيض، انا كان عندي الخل الابيض. هنايا ماشي شرط ديروا بالخل الابيض، الخل اللي يكون عندكم. وهنا تغسلوهم ومن بعد كي تشلوهم ثاني ديروا شويه خل في الماء ومن بعد تشلوهم عادي وتخلوهم ينشفوا. هنايا انا باغي نستعمل هذا باش نزوق به هذا الكيسان. عندي هذه البوبينه كانت عندي. هنايا هذا تنجموا تشروا بالميض. هنايا ننصحكم الا شريتوا من هذا شروا من هذاك اللي يلمع. هذا لا كاين اللي رخيص وكاين اللي غالي، نتوما شروا النوعيه المليحه. غادي ندير هنايا مسدس الشمع ولا ديروا هذا اللصقه. نديرها كيما هكا وندورها للكاس. غادي يجي الشكل تاعهم شباب بطريقه سهله وما تديش منكم وقت بزاف. كي تقعدوا تدوروا غادي نقعد ندير انا في الكولا ونطلع كيما هكا، ولا تقدروا ثاني ديروه تدوروا كيما هكا. انا بغيت نبعد بيناتهم، بغيت ندير له كيما هكا وغادي ندير له ثاني عند هنايا الفوق ندير له وردات. شريت وردات شريتهم غير 1000 يعني جاو شابين. ولا ديروهم كيما هكا بهذه الطريقه، طلعوهم حتى للفوق ولا تقدروا ديروا غير شويه لتحت. كاين شحال من طريقه تديروها. وعندي هنايا هذه الصينيه درت لهم الدوغي، بنتوره هذيك الدوغي ثاني جاو شابين، جا الشكل تاعهم شباب. شوفوا كيفاش جاو. هذو كانوا عندنا في راهم قدام، هذو تبدل كاع الشكل تاعهم. انا استعملت هذا البنتوره، هذا البنتوره دوغي. وعندي ثاني هنايا هذا ثاني درت له الدوغي. هذا ثاني خدمته ثاني ساهل. انا كان عندي هذا الطبسي ودرت له هذاك تاع الكاس تهرس. درته هنايا ما قصتاش، درته هنايا في هذا الطبسي ودورت عليه هذاك العقاش ودرت له وردات. وهذه طريقة ثانية واحدة أخرى ثانية، هذه قرعة تاع الماء. درت لها المكرامي، الخيط تاع المكرامي دورتها عليها وثاني الشكل تاعها تبدل بزاف. هذه خدمتها شابة بزاف وغير سهلة. تقدروا تخدموها. دوك تشوفوها في الفيديو. صراحة أنا عجبتني، جات الشكل تاعها شباب بزاف. وطريقة ثاني سهلة. هنايا دورت عليها هذا الخيط تاع المكرامي
هنايا غادي تقعدوا تخدموا وديروا المسدس الشمع في القنوته كيما هكا، وتدوروا عليها حتى تطلعوها حتى الفوق، حتى تغطوا كاع هاد القرعه تاع الماء. هذا هو الشكل تاعها تاع القرعه تاع الماء. هنايا درت لها المكرامي كما قلت لكم، الخيط تاع المكرامي، ودرت لها هذه الوردات. وهنايا درت لها خليت لها شويه مفتوح باش تبان القرعه، باش هي يبان شافيها لداخل يبان الماء. ولا تقدروا ديروا فيها ثاني العصير. هنايا غادي ندير لها نكمل لها الوردات. غادي نوريكم كيفاش تخدموا الوردات. درت لها هنايا وردات في القنوته تاع القرعه. ثاني طريقه سهله ما تشتكمش كاع. هذا هما الوردات. غادي نستعمل هنايا الخيط، عندي هنايا الخيط والابره باش نخدموا هذوك الوردات. تقدروا تخدموهم تزيروهم غير بالمسدس الشمع، بصح ديروا لهم بالخيط خير باش ما يغبنوكمش. هنا كي تبدو تخيطوا دائما الخيط يكون من التحت، ديروا الابره تاعكم من التحت وتخرجوا الخيط تاعكم. هنايا كملنا هذيك الورده، وغادي نقلع هذا الخيط اللي بقى لي زياده. هنايا مقص الخيط. غادي نخيطهم هكا بالابره، نقبضهم مع بعض، ومن بعد نلصقهم بالمسدس الشمع.
هنايا الوردة بغيتو تلصقوها هنايا ولا وين بغيتو تلصقوها، ولا ديروها في الوسط، ولا تهودوها هكا وين درتوها تجي شابة. غادي ندير لها مسدس الشمع. هنايا عندي البريكة، انا نستعمل غير البريكة هنايا. نعاود معكم واحدة اخرى باش تعرفوا مليح الطريقة. قرعة هنايا تاع الماء كملناها. خاص غير هذوك الوردات غادي نلصقهم، ومن بعد غادي ندير لها الدوغي. هذا الماكرامي غادي نبنترهم بالدوغي، ما غاديش نخليها كيما هكا. نتوما تقدروا تخلوها هكا. هذا الماكرامي كاين الوان بزاف فيه، خيروا اللون اللي يعجبكم. انا هذا اللون هذا كان عندي، كنت خدمت به الماكرامي بزاف، وقعد لي هذا شويه الطرف. جاتني فكره باش نخدم به هذا القرعه تاع الماء. وتقدروا تخدموا به حوايج بزاف، تغلفوا به حوايج بزاف ماشي شرط تاع الماء. وتقدروا تخدموا به هذا الماكرامي حتى السله تاع الخبز. اللي عندكم سله باليه تاع الخبز تغلفوه بهذا، ثاني تبدلوا من الشكل تاعها ويجي الشكل تاعها شباب. وثاني اللي عندكم سله كبيره ديروها لولادكم، لجوي تاع ولادكم. ديروا لها هذا الماكرامي تغلفوها، وثاني تبدل الشكل تاعها وديروها ديروا فيها الالعاب تاع ولادكم ولا لي جوي. كما قلت لكم غادي القرعه ندير لها هذا الدوغي، ما نخليش هذا اللون. وهنايا هذه الفتحات اللي فيها غادي ندير لهم البلاستيك ولا ندركهم باش يقعد اللون تاعهم ابيض. ما غاديش نبنترهم، نبنتر غير طرف منهم، ما نبنترهمش كاع. من بعد غادي ان شاء الله تشوفوهم. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الفكره. هذه هي القرعه اللي بنترناها. شكل تاعها شباب بزاف، وكي تخدموا حاجه بيديكم خير من اللي تشروها. وثاني تنقام لكم رخيصه مش كيما من تشروها غاليه. وعندي هنايا هذوك الوردات اللي قلت لكم شريتهم غير 1000. درت لهم هنايا في هذا الكاس. درتهم هنايا عدونيك من هذا الخيط. ثاني جا الشكل تاعهم جا شباب. ونروحوا دوك ان شاء الله نديروا التحليه اللي قلت لكم عليها. ثاني تحليه سهله، ما تبدلوش برك القناه. نبدو بسم الله بالتحليه. هنايا عندي الياوت هنا النوعيه اللي عندكم ديروها ماشي شرط هذا. عندي هنايا كاس تاع كريم شونتي غادي نخدمها بكاس تاع حليب. وهنايا عندي شيكولا تاع الكوفريت. وعندي هنايا هذه الكيسه اللي خدمناهم. شوفوا كيفاه جاو شابين. غادي ان شاء الله ندير فيهم تحليه. انا بغيت نوري لكم فيهم التحليه باش تشوفوهم كيفاش يجوا. نبدو هنايا بسم الله نخدموا التحليه تاعنا.
هنايا عندي الكريم شونتي، وعندي هنايا الياغورت. غادي نخدم هنايا 4 كيسان. هنايا كل كاس غادي ندير فيه وحده. كما قلت لكم ماشي شرط ديروا هذا النوعيه تاع الياغورت، اللي بغيتوه ديروه. عندي ثاني شويه كاوكاو وانا ما حطيتهش نسيته. وثاني خدمت ثاني شوكولا باش نزين بها من الفوق. خدمتها غير بالمغرف صغيره. ان شاء الله نكمل هذه التحليه وغادي نوري لكم في صحن التقديم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. خدمنا الاشغال اليدويه، ان شاء الله تديروهم كما شفتوا ساهلين، ما فيهمش حوايج بزاف. تقدروا اي حاجه تبدلوها، تكون عندكم باليه في الدار. ما تقيسوهاش، تعاودوا تخدموها. وكما شفتوا هنايا التحليه ثاني سهله. ونرحب كاع اللي راهم في القناه تاعي جدد، نقول لهم مرحبا بكم، ونشكركم بزاف بزاف على التعليقات. ونتلاقى معكم في فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله. نقول لكم برك فعلوا الجرس باش ان شاء الله كي ندير فيديو يوصلكم باذن الله. نتلاقى معكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.